الساعة دلوقتي 5 إلا 10. أنا صاحية من 4:30، بس بحاول أقوم من على السرير. بس الفجر اوريدي اتأخر تقريبا، يعني هو كان 4:59 دقيقة، دلوقتي بقى 5:10 دقايق حاجة كده. I have time، يعني I have time إن أنا أصلي ركعتين قيام الليل قبل اتليست الفجر. حاسة أنا تعبانة النهاردة لأن أنا نمت امبارح متأخر، واليوم كله كنت نزلت وعملت حاجات وكده. النهاردة كنت نايمة عند ماما for some reason، مش فاكرة هو ايه. اهلا 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 اهلا. صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا بوبي. اوعى تكونوا ما بتلبسوش الريتينر، اهم حاجه. هغسل سناني ووشي واتوضى واصلي، وبعدها بقى بعمل سكين كير روتين بتاعي بعد ما خلصت. في كوريين هاك عرفتها ان انا المفروض ابل وشي قبل ما اغسل وشي. وانا بستعمل حاليا الغسول بتاع تيلوفيل ده، لحد دلوقتي هو لذيذ، ده مصري، بس عشان انا عايزه الصبح استعمل غسول جنتل اكتر عن ما يكون فيه ساليسيليك اسيد، عشان الساليسيليك اسيد بستعمله بالليل. وبعد كده بفضل اغسل وشي، بفضل ارب ماي فيس كده لمده دقيقه يعني. بصوا في نص الفلوج هتلاقوا سكين كير تيبس. دلوقتي هتوضى بقى عشان اصلي. الحمد لله خلصت، الحمد لله. وهنعمل سكين كير دلوقتي. كنت عايزه اقول ايه، ده الاسبوع التاني في ان انا بدات اصحى بدري. الحمد لله الاسبوع ده انا منتظمه اكتر من الاسبوع اللي فات. يعني الاسبوع ده يعني اللي انا يومين بس اللي انا ما صحيتش فيهم علشان كنت عيانه، يعني ما كنتش قادره فعلا، وبعدين كنت باخد دواء قوي قوي بينيم اصلا وبيهد. كنت حاسه اللي هو خلاص مش هجلد نفسي، يعني انا عيانه، يعني هعمل ايه. تقريبا خفيت على يوم الاثنين، من الاثنين لحد النهارده وانا تمام. ده البوبي سان سوري ثيرمال ووتر، عشان يعمل كده هايدريتنج للسكين. علشان السيرمز اللي انا بحطها لازم احطها على بشره منديه. اول سيرم هنحطه معانا هو نياسيناميد. الفلوج ده مينلي هيبقى عن الفتره بس الصباحيه اللي انا بقضيها، يعني مش اليوم كله، لان في الاغلب اليوم كله بيبقى مختلف على حسب اليوم، مش كل يوم نفس اليوم، بس المورنينج روتين نفسه غالبا ما بيتغيرش عندي. لازم نميك شور يا جماعه ان احنا كل حاجه هنحطها تاخد وقتها وتجت ابزوربد في السكين بتاعتنا وتنشف. فانا بستعمل المروحه دي، ممكن تجيبوها من ميني سو من اي حته. اول 3 ايام وانا لما كنت بحاول اصحى بدري كنت يعني الموضوع كان سهل. بعد كده الموضوع ابتدى يصعب شويه، وبدا اللي هو طب ايه بقى، بالذات ان اليوم بيبقى شويه طويل. انا بفصل بجد، انا بحس ان انا بفصل مع غروب الشمس. يعني هنحط بس ثيرمال ووتر تاني. فعشان كده انا اليوم لما بصحى 1 ولا 12 ولا 2 ولا 10 حتى، بحس ان هو قصير، بالذات ان انا شخص عايزه اشتغل على الاتنشن مانجمنت بتاعتي، ان انا شخص بجد ديستراكتد ايزيلي قوي. عايزه اشتغل على حاجات كتير الصراحه، على هابتس تانية كتير يعني. فعايزه وقت، محتاجه الوقت بتاعي. بفكر بقى ان بما اني عديت اسبوعين، فان انا ابتدي اظبط الهابت بتاعي، ادخل هابت بقى جديده. انا بدات واحده واحده ان انا ادخل التايم مانجمنت، لان التايم مانجمنت مع الصحيان بدري اوريدي حاجه بتساعد جدا جدا، وحاسه ان الاتنين ماشيين في نفس الطريق، فمش صعب عليا ان انا ادخل حاجه مع حاجه. بس الحاجه اللي انا عايزه ابتدي ادخلها بقى هو النيوتريشن. عايزه ابتدي اصلح من النيوتريشن بتاعي، عايزه ابتدي اكل اكل صحي اكتر من اللي انا باكله. بالذات الفتره اللي فاتت انا كنت متوتره جدا، كنت متضايقه جدا، كنت بمر بحاجه، فحسيت ان انا بدات ارجع تاني للايموشنال ايتنج. فقلت ان هو لا، انا محتاجه ان انا يعني ابتدي ارجع تاني على الهابتس بتاعتي. فعايزه بدايه من ممكن النهارده، والله يعني ممكن النهارده كده افطر فطار لذيذ، اتغدى غدا لذيذ، اتعشى عشاء لذيذ. بس هاخدها واحده واحده، لان انا شخص بيبني الهابتس بتاعته شويه متاخر يعني. بس في نفس الوقت مش عايزه استعجل، عشان برضو موضوع الايموشنال ايتنج ده لسه عندي الصراحه. طيب هستعمل دلوقتي الدول سنيل ميوسن ده فور اكسترا هيدريشن ستيب. الصراحه في ناس غير لها حياتها، انا لسه مغيرليش حياتي، انا مستنيه الموضوع ده، فمش عايزه احكم عليه دلوقتي الا لما يخلص خالص. الاوضه النهارده مزبله وعايزه اروقها، والست اللي بتساعدني في تنظيف البيت جايه اوريدي.
بس الصراحه لا، يعني انا عايزه اروقها قبل ما هي تيجي. هخلص سكين كير روتين واروق الاوضه شويه. لا، هخلص سكين كير روتين واشرب نسكافيه. مش عارفه اعمل ايه، بس انا قادره اروق الاوضه قبل ما اعمل نسكافيه، عشان انا عايزه اعمل نسكافيه واقعد اعمل ديبريفنج واشتغل شويه، اذاكر شويه قبل ما هي تيجي، لان هي بتيجي 6:30 والساعه دلوقتي 6 الا تلت حاجه كده. بفكر ان انا ولا اروق اخر حاجه. يعني انا بفكر اعمل النسكافيه المرطب بتاع سكين سايد، حلو قوي لحد دلوقتي، حلو قوي، عاجبني قوي، بالذات ان انا بشرتي دهنيه. طب انا بفكر دلوقتي اعمل نسكافيه، ده بقى اللي بيحصل لي كل يوم تقريبا، او في المره اللي انا ما ببقاش مروقه فيها بقعد افكر في حاجات كتير قوي. الحاجه هنحطها الاي كريم. دلوقتي احنا هنعمل قهوه. انا اكتر قهوه مفضله ليا الفتره اللي فاتت هي سيلفر سكين. دي قهوه مصريه بتبقى فلتر كوفي. هم عندهم 4 انواع: برازيل، سلفادور، وجواتيمالا، وكولومبيا. برازيل احلى واحده عجبتني، فهي بتبقى فلتر كده وبنفتحها. ممكن تشوفوها على طلبات او بريدفست، او بنعلقها في الكوبايه كده. بعد كده بنجيب الميه المغليه ونبتدي نحط ونستنى يحصل لها شويه دريبنج كده ونحط تاني. سو فار بشرب القهوه يا اما وانا لوحدي عادي مش بعمل حاجه، او بعمل دي بريفنج، بقعد اعمل جورنالينج، يعني بكتب في الدايري بتاعي، او وانا قاعده بتكلم مع ماما. بس بحاول ان انا امنتين الروتين، ان انا اجورنال كل يوم الصبح. يعني بحاول ان انا امنتين الروتين ده، يعني عشان دي حاجه من نوع من انواع المديتيشن، ونوع من انواع تفريغ المشاعر والطاقه. البتاع ده جايباه من لوكال براند اسمها فليكي جامب سوت، بس على شكل ارنب، وهو فيه سوسته من ورا كده علشان لو حد يعني حب ان هو يعمل زي الناس. قولوا لي ايه اكتر نوع قهوه دلوقتي بتحبوه، بالذات بعد المقاطعه. بعد ما بتخلص او بخلص الكميه اللي انا عايزاها بشيلها، ايه كميه السكر اللي انا عايزاها. هتقولوا لي ايه ده طب ما كده ممكن يكون بارد عادي، هنسخنه في الميكرويف مفيش مشكله. في العاده اصلا لما بصحى بروق سريري على طول، او بعد ما بخلص سكين كير بروق سريري على طول. بس انا حسيت النهارده ان انا عايزه اروح اعمل نسكافيه على طول. يعني هو المورنينج روتين زي ما قلت لكم هو ثابت، بس ساعات اللي هو ايه بيبقى فيه حاجات بسيطه كده، بس انا بحاول ان انا اخليه زي ثابت اللي هو انا لما بصحى بعمل 1 2 3 4 علشان اعود نفسي ان ده 1 2 3 4 اللي هيتعمل. انا خلصت شويه ديبريفنج في النوتس بتاعتي. هحاول ان انا مش هحاول، هو ده الاكشن اللي انا هعمله، ان انا هقعد اذاكر شويه علشان انا باخد لايف كوتشنج دبلومه. هقعد اذاكر شويه، ممكن اقعد افكر شويه في البودكاست المفروض ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه هينزل الشهر الجاي. دول اكتر حاجتين انا مركزه عليهم الفتره، ومتحمسه قوي بصراحه للبودكاست. حاسه ان انا ممكن اعمل لكم فلوج تاني صباحي عادي جدا يعني، بس بطريقه يعني باروق من كده. يمكن انا النهارده برضو انا كنت صاحبه تعبانه، حاسه ان انا مستعجله شويه علشان انا عايزه اخلص حاجات معينه قبل ما الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت تيجي، علشان اوضتي هنا هي اللي هتتنضف يعني، وهضطر ان انا اقوم. توميه تعالي يا بوبي، تعالي. ايه اللي حصل؟ تعالي يا بوسي، تعالي يا حبيبتي. في ناس كتير هتسأل احنا ليه ملبسين تومية الكون ده، علشان تومية متعور، كان عنده انفكشن اهو في ايده. يعني اللي هيشوف شايفين ايده اهي، بس هو كده خف كتير الحمد لله. فاحنا بنبقى ملبسين الكون ده علشان ما يقعدش يعض في المنطقة دي وينقل لها بكتيريا اكتر، ولا يقعد يلحس فيها او كده. وبس. يا اختي زي القمر يا توتي، زي القمر يا بتوتي، انا يا باتي يا توتي، خلاصي علي، خلاصي علي، خلاصي علي، خلاصي. شكرا يا باتي. اي ثينك ان كده تقريبا الفلوج خلص. ده المورنينج روتين فلوج، بس ان شاء الله هعمل لكم واحد تاني اروق من ده. انا بس حبيت اديكم بريف، وحبيت اشجعكم ان احنا المفروض بنصحى بدري، بقالنا اسبوعين بنصحى بدري، بنصحى الساعه 4:30 عشان نصلي كامل الليل ونصلي الفجر، وبعد كده نبتدي يومنا عشان اليوم بيبقى فيه بركه. هتكلم في الحوار ده ان ديتيلز طبعا في البودكاست. فساعات في النص كده باخد باور ناب، قيلوله كده صغيره. اشوفكم بقى في الفيديو جاي.